إذن إخواني، سنتمم قصص من التاريخ الذي لا يجب أن يهمل أو يرمى في المزابل، بل هو تاريخ متكامل في حرب ضد المرتزقة، الذين أرادوا أن يجعلوا من المغرب إمارات، الذين أرادوا، وأنا دائما أتكلم عن العدو الذي أراد أن نصنع منه عدو. احنا ما عندناش العدو، غير اللي بغى يتعادى معنا. ولكن يجب أن نربط حرب الصحراء بجنودها البواسل وبأسراها اللي كانوا أسر ديال الحرب. وأيضا يجب على المواطن المغربي أن يعرف حتى ماذا كان يقع داخل السجون بالجزائر. وهنا أنا أتطرق في هذه الأيام إلى ماذا كان يجري بيننا نحن الأسرى. واش كنا رجال، واش كنا خونة، واش كنا رجال وشميت، واش كنا رجال، واش كنا نص نص. هذا ما سأحاول أن أشرحه بالتفصيل في الحلقات القادمة. إذن حلقة اليوم الضابط اللي كان السبب باش ما نجيش للمغرب عام 1987. سأحكي إن كانت الذاكرة ديالي نقية، وربي يشهد على كلامي نكون ما نسيتش. أنا ما كنتجاوزش، نقدر نكون نسيت بعض الأشياء اللي هي كاع مهمة، ولكن المضمون كنقولوا. شاركوا في القناة، والقناة بدأت ترى النور بفضلكم. أخوكم يحييكم، شاهدوا حتى النهاية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. هذا المشكل ديال اتاي فتناه، قلنا نديرو بالماء بارد بالتدقيق، ومع نكونوا مزيانين، ما نقيسوش بالزيت لان اتاي كيشم الى اخره. واحد الاخ قال لي كتزرب، غير بغيت ندوز على العجاله لان المشكل ديال اتاي راه مفهوم. قال لي كتزرب، قال لي ما فهمتش في البراد الثاني. اذا من كنشربوا البراد الاول، البراد الثاني بحال الاول كنلقموه بشويه ديال اتاي وكنديروا الماء بارد، الماء سخون ما كاينش، ونردوه للمجمر يطيب. اذا هذا واضح. الان سننتقل الى موضوع اخر. اذا وعدتكم البارح باش غادي نبقاو نقولوا بعض الحقائق اللي كتهمنا. قلت لكم باللي بعد ما كان عندنا عبد القادر الفقيه، السي عبد القادر بين قوسين، ديك السي راه دابا جوار الله، راه عند الله. اذا ما غاش نكذب انا على واحد اللي هو ميت ونتحاسب في الدنيا وفي الاخره. هو اللي خرج على الاسرى، خرج على 90% ديال الاسرى. كانوا عنده الانصار ديالو، الانصار ديالو كانوا كيخافوا منه، كانوا كيبرقوا له راهم باقيين مازال حيين، كنعرفوهم بالاسماء، ولكن الله غالب. من بعد دار واحد الخطه غريبه، ما قدرش باش يصيفطني لشي بلاصه لان كنت كنوقف له هنا، وكنت انا مع واحد المجموعه ديال الضباط وضباط الصف. هذيك هي المجموعه اللي كانت كتخدم في الهلال، وكان هو دائما كيشك فيا باللي هذاك السيد راه ولا بدا شي مره غادي يهرب ولا غادي يدير شي حاجه. علاش عرفت انا هذا الشيء؟ انا نقول لكم علاش. راه من العار سمعوا الاسرار اللي كتشوفوا فيها، راكم عارفين اش بغيت نقول. وحتى الراي المغربي راه من العار. حنا كقوات مسلحه ملكيه اللي علمونا لا ديسيبلين، الطاعه في الارمي، علمونا الاحترام ديال الكراد بارفوا ايرارشيك، من الصغير للمتوسط، للمتوسط للكبير الى اخره، باش نحترم الصغير يحترم الكبير. راه من العار باش في الحبس يسمح الكبير يحترم الصغير. حنا كنا كنحترموا الضباط اللي كانوا معنا ولا زلنا نحترموهم، لان هكذا رباتنا المؤسسه العسكريه والمدرسه العسكريه. ولكن في الحرب كان تقريبا شويه العكس. كان ضباط احرار اللي كانوا كينوضوا له الفقيه يوقفوا له هنا. على سبيل المثال الليتنون البوكيلي، ولد بني من الله عمرها دار، الليتنون الرحموني، الليتنون السطاتي، الليتنون محرير، قبطان الزكاي، وبلا ما نزيد قبطان القلاوي، قبطان اليوسي. ما كانوش كيرضاو بهاد الفقيه، ماشي كيرضاو به لانه عسكري، لا، باش ما يديروش تحت الصباط. ولكن كاين بعض، ما غاديش نقول باش ما نهينش، واللي قالك علاش تخلطنا انا مستعد نقول الاسماء الا بغيتو. ما بغيتش باش نهينو حدا ولادو دابا اللي راه معاهم مع مراتو. هذا واحد الضابط اللي كان السبب باش يحرمني انا باش ندخل عام 1987 للمغرب. كنا كنمشيو للهلال، ونورمالمون لي ليوتنون دو كالون تقريبا ما يمشيوش معنا للهلال.
كانوا كيمشيو غير اسبيرون لتحت، يعني اسبيرون ادجودون شيف ادجودون سيرجون ماجور سيرجون شيف سيرجون كابورال كابورال شيف. هادو هما اللي كانوا كيمشيو، والعسكري هادو هما اللي كانوا كيمشيو للاعمال الشاغله. دوزيام كلاس كابورال كابورال شيف سيرجون سيرجون شيف ماجور ادجودون ادجودون شيف اسبيرون. هادو هما الناس اللي كانوا كيمشيو الخدمه، لان جينيرالمون هادو كيكونوا صغار حتى في لاج وصحاب. كيمشي معنا واحد الضابط، وهذاك الضابط معطوب بلاسي دو غير، يحترم غير ديك لا بليسيور اللي بليساها البوليزاريو في ميدان الشرف. حنا استغربنا، قال لك يمشي واخا يدير لكم غير يمشي معنا. هو اقترح، وهي اقتراح مع عند السكري، مع عند السي عبد القادر الفقيه اللي كان كيحكم في هذا الضابط هذا. علاش؟ كان كيعطيه ما ياكل واللباس الزين وداكشي اللي بغا يجيبوا له. حنا كنشوفو بعينينا، ماشي قالنا شي واحد. كنا كنساكن معنا هذا الضابط. هذا الضابط ما عمرو ما شفنا عليه اللعب، شفنا عليه غير الخير، ولكن كان واحد السم مدفون في وسطنا. حاجه اللي طرات كتوصل للفقيه من عند من؟ مع الضابط. هاد السيد مشى معنا للهلال، استغربنا، قلنا حنا ربما بغى يتحرك، هو بليسي ما خصوش يمشي، بغى يتحرك مشى معنا. كنمشيو للخدمه مثلا، كنكونوا في الغاز ولا مع الجزائريين، كيجي كيقعد معنا، كيبقى تما كيشوف ويراقب. واحد المره سير يا حال واجي يا حال سير هذا، واحد المره قال لي واحد الجزائري شيفور ديال الغاز كيعرفنا كاملين، كاع الشوفر كيعرفونا، قال لي يا سمير انت علاش ما تخممش تهرب؟ وعلاش قالها لي انا بالضبط؟ انا اللي كنت من كيجيب 10 12 14 قرعه خاويه، يعني سارقها في الطريق، بحال خصو يجيب 600 قرعه ديال الغاز. سمعوا مزيان الخوت، هادشي راه واخا حكايات بحاجات، ولكن راها صعيبه من كتجي تشوف الشعار المقدس والقسم اللي اديناه ان لا نخون الوطن، ومن خان اخوه العسكري فهو خائن للوطن وللشعار وللقسم. قال لي الوجدي قلت له نعم. قال لي علاش ما تخممش تهرب؟ علاش؟ لان انا كان كيجيب ديك 600 قرعه خويا كيجيب ديك 590 595 والباقي كيعطيه لنا فلوس. حنا كنقولوا له ارا قداو ندوزو لك هذاك الخاوي. هو العامل كان كيبيعوا به بالخاوي في الطريق، دونك كيبيع 10 خاويين ويجيو نزيدوا له 10، يبيع 10 عاملين في الطريق ويجيو نخويو داك الغاز ديالو ونطلعوا 600 قرعه ونزيدوا ديك 10. دونك بحال الا صدق بايع 10 عاملين و10 خاويين اللي غادي يرد. قلت واش خليتونا نتوما الجزائريين؟ حنا كاع غادي نمنعوا من هذه المرتزقه. كاين الربط وكاين الربط، يعني كاين الربط علينا حنا الاسرى والربط على البوليزاريو، والجزائر هي اللي دايره ربط على البوليزاريو وعلينا حنا. ما عندك فين تهرب. قال لي انا غادي نحطك في بشار. انا والله ما كنعرف بشار، يعني ما نعرفش التضاريس ديالها، ما نعرفش بلي عارف بلي كاين دي بوست فرونتالي. قال لي غادي نحطك حدا واحد البوست ديالك كندوزو عليه كيبان لنا على 12 كيلومتر، ومن تما ولد الناس سير في امان الله. قلت له واش بصح كتكلم؟ قال لي والله الا كنت قلت لك غادي ندير. سمحوا لي، راني كنستعمل الدواء من الاخوت، قال لك دير الثومه والكرموس، دير سيرو بيتريل، دير شري سيرو بيتريل، دير هذا الزنجبيل بالماء دافي. راني هادشي كنديرو الحمد لله رب العالمين. قلت واش كتكلم بصح؟ قال لي قلت له واخا. قلت له كي غادي ندير؟ قال لي خلي الاسرى حتى يمشيو وانت دير راسك، لانه هو عارف العدد ديالنا. تعطل شي شويه وركب اللور هذوك لي كاج، ركب اللور في دوك لي كاج ديال الغاز. غادي غير نفوتو هاد البوست ديالهم، نخرج من هنايا للكودرون وغادي نوقف راه عندي لاكوشات، نسد عليك اللور تما، ما ان شاء الله تمشي في امان الله. عار قال لك باش ما غاديش نقدر نديكم كاملين، ولكن المهم الحديث اللي دار بيني وبينه على الهروب. واخا انا عجبني الحال ومخلوع بزوج. كان معنا واحد الحارس يقولوا له كداش النافع الى عقلي ينفعني، هو صحراوي انسان زعما ما كانش كيجبدنا بالعار، كيمشي معنا حتى نخوي داك الغاز ويردنا. اروح حنا في الغاز ما كانش كتكون عندنا واحد الحراسه متينه. الحراسه كتكون متينه في الهلال من كيكون التموين. كيكون مثلا داك كاطو غليطه كيجيهم في شي باده بحال ديال لونغودور، او مثلا الحوت ولا اتاي ولا الزيت ولا الحاجه اللي هي مهمه، ولا الكميه ولا اتاي ولا السكر، هذيك هو يحديوك باش ما تسرقش ويقلبوك كاع. ما الغاز كاين داك المعسكر ديال الهلال داير بلي كونتينر وحنا ورا لي كونتينر. دونك الحارس من كيسالي
كيقول لنا قيموا لبلدكم، سيروا للقيطون ديالكم، لان عشيه غادي نرجعوا للخدمه. احنا سالينا مع ديك 10 ونص 11، سالينا ديك القطعه دغيا ديال الغاز، غادي نمشيو لنا نقوم الغاز بوحدهم. هذا مشكل. دابا نطرقوا له كيفاش كنفرقوا الخدمه. كنمشيو للقياطن ديالنا نستناو 2 سوايع 3 4، يقدر كاع ما يجيش مول الغاز، حنا تما حتى نرجعوا للمرقد ديالنا اللي هو الرابوني. كل نافعه قال لي سالينا الغاز، دينا الردالات، درت هكذا الشيفور الجزائريه دار لي بحال هكذا الجزائر. مشينا حنا ورا لي كونتنير، وهو مشى للكوميدور ديالهم فين كان الحراسه، هذا الحارس ديال البوليزاريو. انا قلت له غادي نمرق هي نمشي في الي فير لي بيزوان. قال لي قيب والحق على الجماعه ديالك. قلت له حق. مشيت انا غير تما باسكو تما كاين الكوديات ديال الرمله، تما تبلاكيت اصول وبقيت حاضي. الحارس حتى غبر عليا وحادي. الاسرى ما ردوليش البال. علاش؟ كنا شي 18 واحد غادي مفرقين، 3 من هنا 2 4 كنردوا، كنتبادلوا كنهضروا هذا حتى يوصلوا للبيت ديالهم. ديك الساعه عاوتاني الانسان كيهز السيله ديالنا في الهلال، كانوا موفرين لنا الماء، موفرين لنا حتى الماكله من تما ديال التموين. وشي كيمشي يمرق يغسل يتوضا وهذا، ورجعوا نستناو ونديروا كاس ديال اتاي. وكانوا عندنا واحد كيطون، وكان اللي كي فواحد لاكابين تما مهرسه ديال البيرلي مريح تما، كان كيريح فيها بالطحاوي الله يذكرو بخير، او لا المعطاوي الله يرحم برحمه الله. كتهز 2 3 البلايص ديك لاكابين قديمه مرميه تما، شطبناها. وهذا اللي سبق يقعد فيها، ولكن جينيرالمون كاين كيقعد فيها بالطحاوي والمعطاوي المحجوب الله يرحمه ويوسع عليه. هاد الليله ديال الجمعه انا القلب ديالي كيزدح صافي. فرقوا الشلوحه اللي هما الاسرى صحابي مشاو ديك 18، بقات غير 17، انا كملت 18. الحارس مشى، دونك الشيفور راه ديمارا. جيت انا قلت له صافي انا غادي ننقز له. قال لي نقز بلاكا في ليكاج ديال الغاز، غادي نخرجوا غادي ندير في لاكوشيت. قلت له الله يعطيك ما تمنى في الحياه ديالك، ولكن القلب ديالي كيزدح. كنقول يا ربي غير وقت شي. بالنسبه لي انا العمليه صافي ناجحه. انا ركبت بلاكيت وصول، الشيفور غادي خصو يرجع مارشال باش يخرج، وانا كنحس بالردالات شي يدين سومر وردالات البيبان ديال الكاميون سيميرومور. انا القلب ديالي سكت. علاش؟ عارف بلي ما غاديش يقتلوك، ولكن هذيك هي الاخره ديالي. باسكو ديجا هاد الفقيه عاطي دي كونسين قائد المركز اللي هو كان ديك الساعه يمكن عالي، خو ابراهيم غالي وولد هنيه. هذا راه خطر، انا ما نتحملش المسؤوليه ديالو. شكون اللي كيطلع عليا؟ انا تحبني شي حارس شافني، هاد الضابط ديالنا. وانا قلت الحمد لله. والله اخوتي راه الجمعه لا الموستاش ديالو كيرجف، هو اسمر ولا اصفر. قلت له وليت نركب. قال لي فين غادي انت؟ اش كدير تما؟ وراه بيناتنا احترام، ما عمر ما جبدني ولا جبدته بشي كلمه دعاء، بالعكس كان بيناتنا احترام كبير. ولكن كنا كنعرفوا باللي صاحب الفقيه ماشي حتى لهاد الدرجه. كيعطيها تا يعطيه صوص طوماط، يعطيه دي فوا كاع شي روبا بوحدو يكون اميليوري، هذاك الشيء بالراسون. كل واحد من كيدبنا على راسو. قلت له وليت نركب. قال لي هبط. اقدر نركب، هذا راه غادي يحطني بالشهر، هذه هي المناسبه نمشيو انا وياك. قال لي هبط والله غادي نمشي درك بغيت تخرج علينا ولا غادي نمشي نقولها له. قال لي هبط. هبط ولو كنت دفعني نطيح وانا مهبط الراس. قال لي واش انت حماق ولا بعقلك؟ يا ودي والله. قال لي صافي ما زدتش فاش غادي نزيد؟ اولا صاحب الفقيه، ثانيا هو اللي كيرونديلو، ثالثا الفقيه قال لهم قتلوه يقدروا يقتلوني. هبط الراس، لحقنا على الخوت، ضبط حتى واحد ما سولني. انا ما قلتها حتى لواحد، قلتها لواحد رحمه الله، اسبيرو حسن العمراني ولد بني دران، حتى جا مسكين عاد مات. ها هو كيسكن اون فاس ليا. الوحيد اللي من قلتها لان كان قرينا انا وياه في ليسي واحد هنا في وجده في عبد المؤمن. قال لي اسمع سمير، وياك تقول هاد الهضره لشي واحد صافي صبر. مرضت فيها شي سيمانه، شاداني السخانه ولا 4 ايام ولا، المهم مرضت باش ما نتقلدش، المهم مرضت. ما بقيتش كنمشي للهلال ديك الايام. كنخرج كيقول لي قائد الحراسه الزغب ارجع لبلدك، دخل ما تمشيش معاهم. قلت انا هذه هي الاخرى، دونك راهم كيستناوني حتى يديروا لي اونكيت. علاش غادي يقول لي رجع؟ الساعه الحمد لله خرجت القضيه بخير. هاد الضابط ما بقيتش كنهضر معاه حتى فرج الله. وجا الوجده هنا وهضروا معايا الاسرى،
منهم ميمون غدو الله يرحمه، ومنهم صابر الله يرحمه. قال لك اودي هادو ولاد وجده عاد ماتوا توفاو. قال لك اودي راه هنا فلان بغى يشوفك. قلت لهم لا، ما يجي عندي ما نجي عنده، ما يشوفنيش. علاش؟ لان هذيك الضربه ديالو انا ما عمرها ما غادي تنسى ليا. ما نعرف واش غادي نسامحو ولا ما نسامحوش امام الله. وانا كنت كتبت كتاب، هو هذا الكتاب اللي جي اكتواليزي عاودت له لا دوزيام ايديسيون. وكنت هاد القضيه قلت هاد الدراري حتى جيت للمغرب قلت لهم ودينا راه فلان راه هو السبب ديالي باش هاش وقع هاش وقع هاش وقع. وراني من كتبت كتاب ذكرت السميه ديالو وذكرت المدينه ديالو. وهو هضر مع هاد الصابر اللي مات الله يرحم رحمه الله، وهضر مع هاد غدو ميمون الله يوسع عليه بالرحمه اللي يمكن تشد معاه في العمليه. قال لهم الله يرحمه غادي نهضروا مع سمير يحيد غير السميه ديالي ما يديرهاش في الكتاب، انا راني بغيت له غير الخير. قلت لهم ديال اش هاد الخير؟ قال لك بغالك الخير زعما اختي لا تحصلوا يتكرفسوا عليك. قلت انا بوليزاريو دائما كانوا مكرفسين علينا. قلت لهم راه كان شكام ديال الطاغوت. قال لك والله لا عارفين جاتنا الخبر الى اخره. اذا اخواتي باش نقول لكم بلي راه كانوا فينا الشميت ولكن كانوا قلال. راه لو كان نقول لكم على واحد راه هنا كان كيقول لنا استغفر الله يا ربي انا ربكم الاعلى. الا بغيتو نجيب لكم الشاهد نجيبو لكم مدني، وكيقول لنا ندير لكم في قرعه ونسد عليكم. هذا المره الجايه غادي ندير عليه حلقه. دمتم في حفظ الله.